السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة النهاردة من الوصفات المميزة جدا، هنعمل فيها أحلى عيش كريب في البيت بأسهل طريقة وأبسط مكونات. أوعدك إن شاء الله بعد الفيديو ده هتقومي حالا تعمليه، مش هتشتريه تاني من بره، أسعاره غالية جدا. جربي كده واعمليه في البيت وإن شاء الله الوصفة تعجبكم وجربوها. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده هنبدأ في بولة، نزلت كده بكوباية من الحليب، ممكن تستغني عنها خالص وتضيفي كده بيضة. معايا كده بهارات بابريكا وكمان بهارات فراخ، معايا فلفل اسود ملح ومعايا خل، توم باودر بصل باودر وملح. المقادير هسيبها لكم كده مكتوبة في صندوق الوصف. التتبيلة دي هننزل فيها كده شرايح كده ستريبس فراخ. ممكن كمان تضيفي كده للحشوة خضار، او كمان تستغني خالص عن الستريبس ده وتحشيها كده شاورما فراخ. اي نوع حشو متوفر عندك، ممكن كمان تضيفي كده جبن مع بطاطس. الكريب طبعا مش هيقف على اي حشوة، الحشوة دي على حسب طبعا رغبتك والمتوفر عندك في البيت. هسيب كده الفراخ في التتبيلة على جنب كده. هنبدأ طبعا في عجينة الكريب، عجينة سهلة جدا. هحتاج لها كده 3 كوبايات ونص من الدقيق، وكمان كوبايتين من الحليب، كوباية ونص من المية، معلقتين كبار سكر، مية بيضة، ربع معلقة بيكنج باودر، معلقتين كبار من النشا بيساعد طبعا الكريب بيكون مقرمش معانا. معايا كده رش الفانيليا، جربي كده وضيفي الفانيليا ان شاء الله هتفرق جدا معاكي في الطعم وكمان في الريحة. خلطتهم كلهم في الخلاط عشان وقت الفيديو. هنبدأ كده نصفيهم بمصفى. الخليط لازم يا جماعة يعدي كده على صفاية او مصفى علشان بيكون فيه تكتلات. هنبدأ كده نصفيه كويس جدا واغطيه، هسيبه كده يرتاح لمدة نص ساعة. مضيفيش كمان بيكنج باودر كتير عشان العجينة كده متقبش معاكي وانتي بتعمليها. اضافة كده بسيطة خالص بس بتفرق، يعني امشي على الخطوات. هنبدأ طبعا كنا تبلنا كده الفراخ. هنبدأ طبعا نتبلها كده. في معايا كده بولة فيها مية ساقعة، وكمان معايا كده كوباية من الدقيق، ضفت لها كده نص كوباية من النشا وبهارات ملح بابريكا وفلفل اسود. هنبدأ كده ننزل الستريبس الفراخ. هنبدأ كده نغلفه كويس جدا بالدقيق. هنزله كمان في المية وهنبدأ تاني نغلفه كمان مرة. معايا كده طاسة فيها كده زيت غزير، النار تكون متوسطة عشان ما ياخدش معاكي لون بسرعة وما يكونش كمان مستوي. هنبدأ طبعا نغلف تغليفة كويس جدا، ونزلت كده بالستريبس عشان هنبدأ كده نحمره. طريقته سهلة جدا وبسيطة. اخد معايا لون وكمان مستوي كده معايا ما شاء الله، ريحته جميلة جدا بالتتبيلة. عشان وقت الفيديو هنخلص كده الكمية كلها ونبدأ كده في عجينة الكريب. معايا كده طاسة مسحتها مسحة بسيطة خالص من الزيت، العجينة ما شاء الله ناجحة معايا. هنزل كده بكمية من الخليط وبفرشة كده بتوزعيها بالراحة خالص. اسهل طريقة ممكن تعملي بيها عيش كريب في الطاسة. توزيعة الفرشة دي بتفرق جدا. بتاخدي كده عيش خفيف وكمان مش هيلزق منك خالص. بتقلبي كده على الجنبين، بتاخدي كده رغيف برغيف بتفرديه، وبعد كده اول ما بيبرد بتضيفي كده رغيف على التاني. يعني مش هتضيفي تسيبي كده رغيفين على بعض وهم سخنين عشان هيلزقوا ببعض. طريقته سهلة جدا بسيطة جدا، جربوا الوصفة وان شاء الله هتدعولي. تقلبي كده تقلبتين بياخد يدوب لون بسيط خالص، ناجح معانا من اول مرة. مقاديرنا كلها متوفرة عندك في البيت، متشتروش خالص من بره، جربوا واعمليه. 3 كوبايات ونص من الدقيق عملوا لي يعني عيش، كمية من العيش جميلة جدا. الحشوة كده جاهزة معايا، يلا بينا هنروح كده عشان وقت الفيديو هنحشي كده مع بعض. خلص طبعا الكمية كلها ما شاء الله، الكمية كلها طالعالي من 3 كوبايات ونص من الدقيق، كمية كويسة جدا. طالع معانا طري، عجينته ممتازة وكمان ناجحة جدا. جربي بس وامشي على الخطوات وان شاء الله النتيجة هتاخدي نتيجة هايلة جدا في الاخر. بالنسبة بقى للحشو، اي نوع حشو متوفر عندك ممكن بتضيفيه. هنبدأ كده نقطع الستريبس، ممكن كمان تسيبيه سليم براحتك خالص. تحشو معاه جبنة موزاريلا، اي نوع جبن متوفر عندك. ممكن ميكس جبن مع بطاطس، ممكن شاورما، ممكن اي نوع خضار مع جبن. تضيفي كده بتجيبي كده رغيف من عيش الكريب،
ضفنا كده الطرفين على بعض، ضفنا كده جبن وكمان بطاطس، ضفنا كده الستريبس وكمان شرايح كده من الزيتون وشرايح كده من الفلفل. وهنبدأ كده نقفل السندوتش على شكل مثلث، حاجة كده مضمونة عاملينها في البيت بإيدينا، وكمان هتوفر علينا فلوس كتير. هنبدأ كده بمايونيز وكمان كاتشب. عندك تومية ضيفي براحتك خالص. الحاجات دي بتعجب ولادنا جدا، وكمان بتفتح نفسهم كده على الأكل. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. قفلي كده تقفيلتك بالراحة خالص عشان الحشوة كتير، هتقفل معاكي ما تخافيش خالص. وهنبدأ طبعا العيش اللي بنعمله كده او الرغيف اللي بنخلصه هنسيبه كده على جنب، وكمان هنغطيه عشان ما ينشفش منك. طريقة ناجحة من اول مرة، مقاديرنا متوفرة عندك في البيت. ما تصعبيش حاجة خالص على نفسك، وفر على نفسك وقت ومجهود وكمان فلوس، واعمليه لولادك في البيت. ممكن كمان تسيبي كده الستريبس سليم خالص وتضيفي كده الحشو عليه، يكون جميل جدا. تقفلي كده على شكل 7 او شكل كده مثلث براحتك خالص. ممكن كمان عايزه تقفليه قرطاس براحتك خالص، طريقته سهله جدا. بس انا كده عملته على شكل مثلث. خلصنا كده الكميه كلها عشان وقت الفيديو. هنروح كده في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها العيش، هنحمره كده مع بعض، هياخد لون ذهبي جميل جدا، وكمان هيطلع معانا سندوتشات مقرمشه كده محشيه حشوه كده سايحه جواها ما شاء الله، تعجب ولادك جدا. ضفنا كده كميه السندوتشات، هنبدأ كده نقلب، بتاخد اللون الذهبي الجميل، مش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود. خلصنا كده الكمية ما شاء الله، طالع معانا ريحته جميلة جدا، كمان الطعم لذيذ جدا ان شاء الله، هتعجبكم وتعجب ولادكم. ده شكله النهائي، شكله جميل، طعم كمان والاروع. حاجة كده معمولة في البيت مضمونة، مقاديرنا كمان مظبوطة. امشي على الخطوات وتاخدي احلى عيش كريب بتعمليه كده لولادك في البيت، وفر على نفسك وقتك ومجهودك وكمان فلوسك، تاكلي طعمه لذيذ جدا. وصفة ما شاء الله عليها، ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. اهم حاجة بقى ما تنسوش تدعموني، وفي رعاية الله.